في فرق ما بين جنحة تبديد المنقولات وتسليم المنقولات أو رد أعيان الجهاز اللي بتترفع في محكمة الأسرة. جنحة التبديد بتاعة المنقولات دي قصادها وبيبقى قصاد قاضي الجنح جريمة تبديد، ما ينفعش تقسط فلوس القايمة قصاده، لا، انت مش بيبقى قدامك غير انك لا تدفع فلوس القايمة لا اما ايه تسلمها القايمة. قليل لما بناخد فيها براءات، احكام البراءات بتبقى قليلة ليه؟ عشان في قايمة موقعة. تمام. الأسرة بقى هي بترفع لك رد المنقولات وصفا ايه او قيمة. القاضي حكم بالوصف، محضر التنفيذ هيخبط عليك عشان تديها المنقولات. حلو. حكم بالقيمة، ساعتها حضرتك بتقسط الفلوس فوق مع محضر التنفيذ. لكن الإجراءات اللي أنا بقولها دي مش في يوم وليلة. دعوة الأسرة مشكلتها اللي هي بتاخد وقت طويل، انت ممكن توصل لسنة ونص عمال تجري. تمام. غير الجنحة ممكن في شهر ونص شهرين تبقى اخده عليك حكم ايه؟ حكم بالحبس.